وهون بضيف بودرة زهرية عبارة عن فياجرا مطحونة، بقول لك خلي الشعب ينبسط. ضاف شوية فلفل أسود، وهون حط ضاف هنا السائل الأخضر البرابيري مدمر للإنسان والحيوان والنبات. وجاب قلن أبيض كبير فيه مية، للأمانة المية نظيفة كتير، بحطها في المخلوط في الطنجرة كلها. وسطل الأزرق فيه مية برضه، مي بلشت تتوسخ شوي شوي، هي مية غسيل صحونه اللي كان يغسل فيها، ومي بمطربان هاي مي صرف صحي، والمي الأخيرة هاي من ماء سبيل من الجامع. وبلش يخلط في مخلوطاته. سريع كتير الشيف في وضع البهارات. هون حط بودرة حمراء طبعا هاي للقولون والبواسير، ومادة هيك خفيفة. وبلش يخلط، طبعا لازم ينظف ايديه شوي شوي. هون بخلط المواد طبعا زي ما انتم شايفين، النظافة ما حط ايده كاملة، حط بس كوع ايده. الدنيا لسه فيها خير والنظافة موجودة. شوفوا كيف الزباين متجمرين حواليه، يا عمي عنده جوائز عالمية. إذا بتلاحظوا الشيف بضل يتحرك ويهز كتير لأنه زحمان ومحشور بده يروح على الحمام، بس من كتر الزباين مش قادر يروح. الطاولة مش قادر أوصف لكم إياها من كمية التلوث والعفن اللي عليها، فعلا طاولة لا توصف. مشان هيك المطعم ناجح جدا جدا، هكذا يصنع النجاح من وسط التلوث والكارثة. وهون بلشوا ايديه يشتغلوا. طبعا في طنجرة شايفينها حط عليها بهارات، هي طنجرة الخبايص اسمها. هي الطنجرة عبارة عن مكوناتها حمص ونفتالين لمكافحة الآفات والبشر. وزي ما احنا شايفين الطناجر والأواني آخر مرة تنظفت أيام قيس بن الملوح لما كان يكتب قصائد حب وشعر لليلى. في على الأرض سطل أحمر، هذا بكب فيه الزبالة، ناسي إنه هو طاولته أصلا سطل زبالة. هون صار يحط في المكونات ويعطي شو بيعطي الزباين